سلام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال. معكم حلويات نور الفاسية، مرحبا بكم في فيديو جديد. عرفتي شنو توجدي الحلوى ديال العيد؟ جبتلك 2 كيلات الصابلي بريستيج بعجينة وحدة، كيجيو ما شاء الله واعرين كيدوبو في الفم. هاد الصابلي ديروه للأفراح المناسبات، واعر ديال تحمارة الوجه. تبعوا معايا لا فيديو من الاول حتى الاخر وندوزو على بركة الله مع المقادير وطريقة التحضير. هنا عندي الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، عندي سكر كلاصي، واحد القبصة د الملحة. كنخلط داك الزبدة مزيان حتى كتولي بحال الكريم. المهم الا بغيتو الطريقة ديال الصابلي بالتفاصيل راني حاطاها لكم في القناة، ماشي مرة ماشي جوج، دخلوا لا فيديو تفرجوا فيه مزيان. المهم هنا نعطيها لكم باختصار. كنضيف شويه د الفاني كما كتشوفوا، فاني سائل. نتوما يمكن لكم تضيفوا الفاني السكر الفاني، ديروا 2 ساشيات، ولا الفاني بودر، المهم على حساب. لا ما بغيتوش تنكهوا بالفاني يمكن لكم ديروا اي نكهه بغيتو على حساب الذوق. ضفت هنا فلون د الكراميل، كيجي بالصابلي محمر ومذهب، وكيجي فيه واحد اللوين غزال، وحتى المذاق ديالو كيجي زوين بزاف. المهم كنخلط داك الزبده مزيان والزيت حتى كيوليو بحال الكريم، وكنبقى كنزيد البيض كنزيدو حبه بحبه. المهم كما كيبان لكم كنخلط داك المقادير مزيان. يعني هذه وصفه صابلي ناجح 100%. وصفات الصابلي هذه باش كنخدم لي كوموند للناس عمرها ما حشماتني، وكنت كنخدم بها حتى في الباتيسري. ملي كنت خدامه في باتيسريات كنت كنخدم بهاد الوصفه هذه. كتجي ما شاء الله الصابلي ما كيتقلص ما كيتكمش، وكيجي واعر كيدوب في الفم. غير تبعوها واعتمدوا هاد العجينات الصابلي صافي. المهم ملي كنبقاو كنضيفو البيض حبه حبه حتى هذا كنخلطو مزيان، وكنضيفو الدقيق. انا ما كنديرش الخماره للصابلي، كنديرو بلا خماره. بغيتو نتوما ديروا له خماره يمكن لكم تضيفوا غير شي شويه، ولكن الاحسن بلا ما هكا، باش لما ديروه حيتاش باش ما كيديفورماش. صافي كنضيف هنا الدقيق كنغربلو، وكنبقى كنجمع باطراف الاصابع. هانتوما كما كتشوفوا بحال هكا كما موضح لكم. الصابلي ما تعجنوش هكا باش يجي معكم ناجح. الا عجنتوه راه ما يجيش يعني كما بغيتو. صافي بحال هكا. المهم الدقيق ما يمكنليش نقول لكم شحال، حيت راكم عارفين البيض يعني ماشي بحال كان بعض المرات كيكون البيض هذاك كبير، بعض المرات كيكون صغير الزيت. مهم كاين الطحين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش. المهم الدقيق على حسب الخليط. الصابلي انا كنخليه رطب، يعني كنخليه هكا باش ملي كنزيدو الدقيق نطلقو بالدقيق ما كيقصاحش. من الاحسن خليوه رطب، ديك الساعه تبقاو تزيدوا له الدقيق عادي ملي تجيو تطلقوه صافي كيبقى مزيان. اما الا قصحتو زدتو له الدقيق يعني لا. مهم الا درتو هو هذاك صافي بلا ما تحتاجو تزيدوه، ترشوا الطحين صافي. ديروا غير ما بين كيس بلاستيكي بلا طحين بلا حتى شي حاجه. انا هنا حيت خليت الصابلي رطب كنرشو بالدقيق صافي. المهم بحال هكا كنطلقو ما بين كيس بلاستيكي بحال هكا. كنطلق العجينه الصابلي تكون رقيقه بزاف. الصابلي من الاحسن يكون رقيق. ومع انا ندير الصابلي يعني انا الصق وحده على وحده درتو رقيق بزاف. اصلا انا كيعجبني الصابلي يكون رقيق صافي. المهم بحال هكا كنبقى كنرش الطحين كما قلت لكم. انا درت الصابلي يعني كنخليه
رطب بزاف. وكنبقى هكا واخا كنرشو بالدقيق ما كيوقعلو والو، كيبقى مزيان. صافي بحال هكا وكنرشم بهاد القطاعه دائريه. المهم هاد الشكل اللي غندير درتو يعني ما مسننش، قطاعه عاديه. ها نتوما كما كتشوفوا رقيق، قلت لك هاد الصابلي كيجي غزال. صافي وكنستفو هكا في اللاطه ديال الفران، وكنستمروا بحال هكا حتى كنساليو كميه ديال الصابلي. كما كتشوفوا هاد النقيطات هادو اللي كيبانوا هادو ديال الكراميل. هنا كنولي نطلق عاود العجينه ديالي الصابلي، كندير شكل واحد اخر اللي باغي. هذا كنديرو بالجهه اللي مسننه، هذا كنخليه شي شويه غليظ، ماشي كي الاول رققته حيت هذا قلت لكم غنلصقو حبه مع حبه. هذا لا، نخليه بوحدو. صافي المهم كندفعهم للفران يطيبو، كنسخن الفران وكنقصلو حتى كنميتو، وكطيبوا الصابلي بشويه عليه حتى كيتحمر ويذهب، كيجي ما شاء الله واعر. صافي هنا خديت هاد المول باش نزين الشكلاط. المهم كتجيبوا طريف الشكلاط هكا وكتبداو كتحكوا داك الزويوقه هكا باش كتعمر بالشكلاط مزيان. حكوا عاودوا، كتاخذوا واحد الشطيطه تكون نقيه، كتمسحوا بها داك المول كامل باش ما كيبقاش. ملي كديروا الشكلاط بيض يعني كيجي مفيني وكيجي نقي. المهم كدوروا عليها كما شفتوني راه هذاك في لا فيديو مسحته كامل ما خليت حتى شي حاجه. الشكلاط كحل، وعاد كديروا داك هذيك ديالها، عاد كتزيدوا الشكلاط بيض بعد ما تكونوا ذوبتوه بحال هكا كما كتشوفوا. كتدخلوهم يجمدوا وصافي هكا كما موضح لكم. انا الصابلي كما قلت لكم شوفوا كيجي ما شاء الله مذهب، كيجي واعر، ما كيتكمش، ما يتجمع ما حتى شي حاجه. الصابلي كي كديروه كي كيبقى. يعني كونوا اكيدين الا تبعتوا المراحل والمقادير وداكشي النصائح اللي عطيتكم، الصابلي يجيكم واعر، غتوليو ما شاء الله محترفين فيه. هنا خديت عندي كاوكاو محمر مهرمش، مقشر ومهرمش باش كنزين الشكلاط. وعندي هذاك هنا الناباج والجليكوز، زدت فيهم نكهه الناطا. المهم نتوما يمكن لكم تنكهوا بشنو ما بغيتو، الناباج والجليكوز، ولا ديروا ولا عندكم التعليكه ولا الكراميل يمكن لكم تلصقوا باش ما بغيتو. هنا انا عندي يعني الناباج والجليكوز كيلصق مزيان. صافي كنستعمر هكا كندير الناباج، كندهن الصابليه بالناباج والجليكوز وكندير عليها الشكلاط وكندوزها في كاوكاو من الجناب. كنستمر بحال هكا حتى كنكمل الكميه ديالي كامله. هاد الصابلي غزال ما شاء الله، غير جربوه ما غاديش تندموا اكيد. المهم كندوزو عاود للصابلي الثاني اللي قلت لكم. ها كما شفتوا كنلصق حبه مع حبه، كتلصقوه باش ما بغيتو بالشكلاط ولا بالناباج والجليكوز ولا باي تعليقه بغيتو. صافي بحال هكا كنديرو في الشكلاط كحل، كنديرو هكا. المهم كنستقطرو مزيان باش ما كيبقاش فيه داك السائل. ملي كنحطو مباشره كندفعو ليه باش ما يعني باش كيبقى الصابلي نقي ما فيه حتى شي حاجه. بحال هكا كندير شي شويه د كاوكاو من الجناب. كناخد عجينه الشكلاط بيضه بعد ما حضرتها. الا بغيتو حتى هي المقادير ديالها عندي في واحد لا فيديو في القناه، يمكن لكم تدخلوا تشوفوه. لا المهم اي حاجه بغيتوها اللي بغيتوها هذاك يمكن لي نعاود فيديو نصاوبها لكم، ماشي مشكل. المهم ما تنساونيش غير الله يرحم الوالدين ومدام الله يجازيكم بخير. بحال هكا المهم كنطلق عجينه الشكلاط وكنبقى نرشمها بهاد المرشم. المهم ديروا نتوما اللي بغيتو. كندير فيها دقيقه في الوسط ديال
ديال الحلوى. داك الساشيه كتباع ب5 دراهم باش كتزينو، وصافي كنزين بحال هكا كما موضح لكم. المهم ساهل ماهل كما قلت لكم، كيجيو واعر ديال تحميرة الوجه. والمهم الصابلي يمكن لكم يعني الا بغيتو ديروا اشكالات بزاف ديروا. واحد القضيه يعني يمكن لكم تقسموا بحال دابا شحال شكالات بغيتو تقسموا وتنكهوا كل شويه د العجينه، يعني كتنكهوا بنكهه. كاين اللي ديروه فيه اللوز، كاين اللي الكوكو محمر، كل واحد باش تنكهوا. صافي بحال هكا بعد ما كنساليو الصابلي ديالنا هكا بالصحه والراحه. كنتمنى يعجبكم. الا كنتو اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش تشتركوا، تفعلوا الجرس، تخليو واحد اللايك، واحد الكومونتير زوين بحالكم. ما تنساوش تبارطاجيو لي لا فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي هكا باش تعلم الفائده. وشكرا بزاف على المشاهده، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.